هل تعلم يا صديقي ان في كارت يعتبر من الكروت الاقتصاديه اداؤه قريب قوي من كارت بضعف ثمنه؟ ده الار اكس 5700 من اي ام دي، وده الار تي اكس 3060 من انفيديا، والفرق في السعر ما بينهم حوالي 9000 جنيه. وكروت اي ام دي من جيل ال 5000 بدات تنتشر الفتره اللي فاتت عموما في السوق باسعار قليله. انا يوسف، والفتره دي بحاول اقدم على القناه افضل الكروت كقيمه باسعار معقوله وتديك اداء محترم. وزي ما حصل مع فيديو الكارت اللي فات، هتلاقي الكارت ده ابتدى ينتشر على الجروبات باسعار اقل كمان. الكارت ده سعره حوالي 150 دولار في سوق المستعمل، وفي مصر هتلاقيه اغلى من كده حاجات بسيطه. المهم بس قبل ما نبدا، انا مظبطك وبجيب لك كروت وحاجات سعرها في المعقول، فانت كمان شد معايا وساعدني علشان نوصل ل 50000 سبسكرايب ان شاء الله قبل ما السنه تخلص. كمان دلوقتي بقى لنا صفحه على الفيسبوك، هسيب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن، ادخل اعمل لايك وفولو علشان في حاجات هتعجبك الفتره اللي جايه، وكمان علشان لو عاوز تتواصل معايا تعرف تلاقيني. واهم من كل ده اللايك على الفيديو، ما تنساش تعمل لايك بقى. يلا بينا نبدا. كارت الار اكس 5700 هو كارت بمعماريه الار دي ان اي من جيل ال 5000، والمفروض ان هو لما نزل كان بينافس الار تي اكس 2070. اللي معايا دي نسخه الايسوس تاف، جايبها من على علي اكسبريس. تصميمها مميز، حجمها كبير، تبريدها ممتاز، ما فيهاش غلطه يعني. وفيها كمان شريط الليد الصغير ده من الجنب بينور لون ثابت. موجود فيه 3 ديسبلاي بورت وواحد اتش دي ام اي، وبياخد باور مدخل 8 بن ومدخل 6 بن. وده بيخليك تعرف ان الكارت ده على الاقل محتاج باور سبلاي 600 واط. الكارت بيجي ب 8 جيجا في رام من نوع جي دي دي ار 6، ومساحه الفي رام دي بتخلي الكارت قادر يشغل معاك اي لعبه وهو مرتاح تماما على ال 1080 من غير ما تملى الفي رام. وكمان لو حاولت تلعب عليه 2K العاب كومباتيتيف مش محتاجه جرافيكس عاليه، هتاخد برده منه فريمات كويسه قوي. طبعا اغلب الكروت اللي تحت ال 8 جيجا في رام الفتره دي بدات تسبب مشاكل علشان مساحه الفي رام بتاعت اللعب بقت محتاجه مساحات اكبر. غير كده الباندويث اللي في الكارت ده 448 جيجا، يعني هتقدر تستفيد من 8 جيجا في رام كاملين. النسخه دي مقصوره السرعه من المصنع، بتشتغل على تردد 1750 ميجا هرتز، ولكن احنا نقدر نعمل كسر سرعه بسيط بطريقه سهله، يعني هوري لك ازاي في نص الفيديو. مقارنه بالار تي اكس 3060 فالكارت ده بيجي بمواصفات اعلى على الورق، وطبعا فرق في المعماريه، الا انك لما هتشوف اداء الاثنين جنب بعض هتستغرب. تعال بقى نشوف تجربه الكارت ده على الالعاب هتكون عامله ازاي، مقارنته مع كارت زي الار اكس 5600 اكس تي اللي هو اقل منه، والار تي اكس 3060 اللي هو اعلى منه فرق كبير. اول لعبه حبيت ابدا بيها هي كول اوف ديوتي وور زون 2. زي ما انت شايف اللعبه شغاله في حدود ال 130 فريم 140 فريم، بتنزل شويه بتطلع شويه. طبعا انا في مكان مقفول، ولما بطلع حتى المكان مفتوح الفريمات مش بتنزل عن حوالي 120 فريم. انا عايز اقول لك ان ده اداء كويس جدا في لعبه شبه دي، خصوصا ان انا كنت مشغلها على سيتنجز لو بس مع التكستشرز. اللعبه دي تقيله قوي على اغلب الاجهزه واغلب الكروت، ولو تلاحظ هتلاقي ان الكارت معانا شغال على درجه حراره حوالي 63 درجه بس، هو في حدود يعني تحت ال 65 درجه، وده في اغلب الالعاب اللي هتلاحظه. لو تلاحظ حاجه كمان هتلاقي اللعبه ساحبه حوالي 16 جيجا من الرام بتاعه الجهاز، وده يوري لك قد ايه بقيت محتاج دلوقتي 32 جيجا رام على الاقل في الجهاز. ترددات الكارت عاليه شويه عن الطبيعي، لان زي ما قلت لك انا عامل كسر سرعه، بس زي ما انت شايف الاداء مستقر قوي ومفيش دروبات كتير. خلينا بقى في الالعاب الجايه نحاول نعمل مقارنه ما بين الكارت ده وال 3060 وال 5600 اكس تي اللي هو اقل منه شويه. عندك لعبه زي سايبر بانك 2077، اللعبه دي يعني معروف ان هي من اتقل الالعاب اللي ممكن تشغلها على الجهاز. زي ما انت شايف اللعبه شغاله في حدود ال 50 فريم 55 فريم، بتزيد شويه بتقل شويه، يعني المتوسط بتاعها كان في حدود ال 52 فريم. بينما ال 3060 كان جايب على اللعبه دي حوالي 68 فريم متوسط، وال 5600 اكس تي كان جايب 46 فريم. طبعا باين ان الكارت ده يعتبر في النص ما بين الكارتين. برضه حابب اقول لك على حاجه، ان كل التسجيلات اللي انت شايفها قدامك دي القرايات اللي قدامك دي بتاعه ال 5700. انا ما سجلتش لا بال 3060 ولا بال 5600 اكس تي، ولكن الاداء يعني يعتبر مقبول جدا حسب اللي احنا شايفينه. يعني تجربه اللعبه كانت سلسه ومفيش اي مشاكل بتقابلنا. طبعا اللعبه شغاله هنا على الالترا سيتنجز بس من غير الري تريسنج ومن غير الاف اس او. لعبه ريد ديد ريديمشن 2 او جاتا حصان، الكارت كان مديني فريمات متوسط 66 فريم، بينما ال 3060 كان مديني 77 فريم، وال 5600 اكس تي كان مديني حوالي 45 فريم. هتحس ان الفرق ما بين ال 5600 اكس تي وال 5700 كبير، ولكن الفرق بين ال 5700 وال 3060 مش كبير. ولكن في كل الحالات التجربه كانت مستقره جدا على ال 5700، ما حسيتش باي مشاكل، والجرافيك في اللعبه دي كان شغال على الهاي سيتنجز. في شادو اوف ستون برايدر كان الكارت مديني حوالي متوسط 127 فريم، بينما ال 3060 اداني 135 فريم، وال 5600 اكس تي كان مديني حوالي 111 فريم. طبعا انا عامل الجرافيكس هنا على الالترا سيتنجز. تجربه اللعبه في كل الكروت كانت ممتازه، ولكن برضو زي ما هتاخد بالك الفرق بين ال 5700 وال 3060 مش كبير. برضو لو ركزت مع درجات الحراره هنا فهتلاقي الكارت كان بيلعب ما بين ال 67 66 درجه اغلب الوقت. مافيا ديفينيتيف اديشن دي من احسن الالعاب واقوى الالعاب بالنسبه لي في الجرافيكس، هي مش متطلبه كتير، وفي نفس الوقت الرسوميات او منظر اللعبه او منظر العالم فيها جامد قوي. اشتغلت على الكارت ده متوسط 98 فريم، على ال 3060 كانت مدياني حوالي 103 فريم متوسط، وده طبعا مش فرق كبير خالص.
وعلى ال 5600 اكس تي كانت مدياني حوالي 86 فريم متوسط، واللي هو برده حلو قوي. طبعا انا هنا مشغل اللعبه على الالترا سيتنجز. باتل فيلد في هي تعتبر لعبه قديمه شويه، ولكن انا بحب يعني اعمل عليها بنش مارك عشان برضو الجرافيكس فيها كان شكلها حلو قوي. اشتغلت على الكارت ده متوسط حوالي 135 فريم، على 3060 ادتني 140 فريم متوسط، وبرضو زي ما انت شايف الفرق يعتبر قليل جدا، 5 فريم بس. وعلى كارت ال 5600 اكس تي كانت مديه حوالي 110 فريم. طبعا انا مشغل اللعبه هنا على الالترا سيتنجز، وشبه ما انت شايف كده انت ممكن حتى تلعبها على 2K وهتديك برضو هاي فريش ريت. لو بصينا برضو على لعبه ثانيه من اللعب اللي كانت منتشره الفتره الاخيره هي سبايدر مان ريماسترد، كانت شغاله على حوالي 65 فريم متوسط على الفيري هاي سيتنجز، بينما ال 3060 كان مديني 95 فريم متوسط. في فرق محترم ما بينهم حوالي 30 فريم، ولكن برضو التجربه كانت كويسه. ال 5600 اكس تي اداني حوالي 58 فريم، وكان ساعات بيبقى فيه دروبات، ما كانش اسلس تجربه، ولكن 5700 مديني تجربه سلسه ومستقره اكتر بكتير. ما تنساش برضو ان احنا مشغلين اللعبه دي على الهاي سيتنجز او الفيري هاي. وور ثاندر انا بتعامل معاها على ان هي لعبه او مقياس تقدر تقيس عليه الالعاب الكومبتيتيف او الاي سبورتس عموما اللي انت ممكن تلعبها على الجهاز وتحتاج فيها فريمات عاليه. وبالمناسبه اللعبه دي جميله جدا، واللي يعني اللي بيحب يلعب اونلاين لازم يجرب اللعبه دي في يوم من الايام. اللعبه دي انا مشغل الجرافيكس بتاعتها على الميديم، وكنت واخد على الكارت متوسط حوالي 215 فريم، واللي هو اكتر من ممتاز. ال 3060 كان مديني متوسط 230 فريم، بينما ال 5600 اكس تي كان مديني حوالي 198 فريم متوسط. طبعا الفروقات ما بينهم تعتبر متساويه، ولكن اللعبه في كل الكروت شغاله كويس جدا، وده يدي لك فكره انت لو حبيت تلعب على الكارت ده فالورانت او حبيت تلعب عليه سي اس جو الفريمات هتبقى عامله ازاي. بس الفكره اللي انا بتكلم فيها ان برضه فروق الاداء ما بينه وما بين ال 3060 مش كبيره، ولا تقرب خالص من فرق السعر ما بينهم. خلينا بقى نرجع ونكمل كلامنا. زي ما شفت تجربه اللعب على الكارت ده فوق الممتازه، حرفيا انا لو استخدامي العاب بس ممكن اعتمد على كارت زي ده واستغنى عن ال 3060. درجات حراره الكارت ده كانت في المعقول طول الوقت، واقل كمان من 5600 اكس تي اللي هو المفروض بيسحب طاقه اقل منه. الكارت بدون اي تعديل على المراوح بعد ساعه كامله على فول مارك كان درجه حرارته 71، وكانت المراوح شغاله على 45% بس. دي طبعا حراره فوق الممتاز. وما تستغربش ان انا بسيب الكارت كل ده على فول مارك، انا بعمل كده بس عشان اتاكد ان الكارت سليم. اثناء اللعب كنت عامل كسر سرعه للكارت من خلال سوفت وير اي ام دي، وهو مش بيأثر على اي حاجه خالص، ممكن بس يرفع درجه الحراره درجه ولا اتنين، بس هتاخد متوسط فريمات زياده توصل ل5 فريمات. جربت رندر عليه الفيديو اللي رندرناه قبل كده على ال 5600 اكس تي علشان اشوف هيخلص في قد ايه، وطبعا ال 3060 كان احسن منه وبفرق كبير برضه في الوقت. علشان كده كروت جيل ال 5000 من اي ام دي مش احسن كروت للبرامج سواء في المونتاج او الجرافيك وغيره، ولكن طبعا هي ممتازه للجيمنج. درايفرات الكارت ما واجهنيش معاها اي مشاكل، مجرد ما بنزل السوفت وير بتاع اي ام دي اللي هو الادرينالين ده كل الدرايفرات بتنزل وكل التحديثات بتنزل، ومفيش حاجه بيحصل فيها مشكله بعد كده. الكارت قريب جدا في ادائه من ال 3060 في الالعاب، واقل من نص سعره. هتلاقيه بيتباع هنا في مصر استخدام شخصي او من على علي اكسبريس، وغالبا الكروت دي بتكون تعدين، ولكن زي ما قلت قبل كده مش شرط كارت التعدين يكون بايظ. زي ما شفت انا سبت الكارت اكتر من ساعه للفول مارك، وفضلت استخدمه كذا يوم في الالعاب، وكان اداؤه زي الفل تمام وما حصلش فيه اي حاجه. فانت لازم تختبر بنفسك اي كارت مستعمل انت هتشتريه. سعر الكارت هنا مستعمل في مصر في حدود ال 7000 جنيه، ومفيش منه جديد، وممكن تلاقيه الفتره اللي جايه سعره ابتدى ينزل، وسعره بره حوالي 150 دولار تقريبا زي ما انا قلت في اول الفيديو. ناوي اجيب لكم كروت اكتر الفتره اللي جايه، فئات اقل من كده واعلى من كده. هسيب لك اللينك اللي انا اشتريت منه الكارت ده تحت في الديسكربشن، وعايزك تساعدني زي ما قلت لك في الاول علشان نوصل ل 50000 قبل اخر السنه. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك علشان ده بجد بيفرق قوي في الفيديوهات، وما تنساش برضه تعمل سبسكرايب، ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبه لي في الكومنتات وانا هرد عليك. كان معاكم يوسف، اشوف وشكم على خير، مع السلامه.